قبل ما نبدأ الفيلم صل على النبي من قلبك وهطلب منك طلب صغير. عايزك تسيب الموبايل وتقوم حالا تصلي الفرض اللي عندك في الوقت اللي بتشوف في الفيديو، ولو مش خايف من ربنا خليك قاعد ما تصليش، لانك مهما رحت ومهما جيت ومهما عشت كده كده هتموت. فخد عهد على نفسك من اللحظة دي ما تفوتش فرض، صدقني هتشوف الحياة بنظرة مختلفة تماما. يلا خليك جدع وقوم بقى، انا قاعد مستنيك اهو ما تقلقش. والناس اللي صلت بس هي اللي تعمل لايك، عايز اشوف كام واحد صلى. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع مجموعة مستكشفين بقيادة المعلمة صوفيا، وبنفهم انهم موجودين في المحيط الهادي لانهم بيدوروا على سمكة قرش انثى من فصيلة نادرة جدا وبيكون اسمها ليليس. وفجأة بيجيلهم اشعار على الخريطة ان سمكة القرش اللي بيدوروا عليها قريبة منهم جدا. صوفيا قالت لهم انزلوا هاتوها من قفاها، فبينزل مجموعة من الغواصين للمحيط وبيكون من ضمنهم كريس زوج صوفيا. وبعد بحث بيتفاجئوا بحوت صغير مقتول قدامهم بس مش فاهمين ايه سبب موته. فبيقرب كريس من الحوت وبيلاقي اثار عضة سمكة قرش على جسمه، وفجأة بيظهر مجموعة كبيرة من اسماك القرش وبيكونوا كلهم اناث، وبنفهم انهم بنات سمكة القرش الكبيرة ليليس. وفجأة ليليس بتظهر قدامهم وبينصدموا كلهم لما بيشوفوها لان حجمها تضاعف عن اخر مرة شافوها فيه. صوفيا بتكلم كريس وبتطلب منه ياخد عينة عشان يحللوها ويعرفوا سر نموها الكبير ده، وفعلا كريس الشجاعة خدته وبيحاول يقرب منها عشان ياخد عينة. ليليس قالت له هتاخد عينة من مين ياض؟ ده انا اللي هاخد منك عينة، وبتهجم عليه. ووقتها الاتصال بيتقطع بينه وبين صوفيا، وصوفيا بتقلق جدا على جوزها وبتقرر انها تنزل المحيط بنفسها عشان تطمن عليه. واول ما بتنزل المحيط بتتفاجئ بدراع جوزها مقطوع ومش بتلاقي اي اثر للغواصين، فبتفهم ان سمك القرش خلص عليهم كلهم، لكنها مش بتستسلم وبتفضل تبحث عن سمكة القرش عشان تاخد منها عينة. بتلاقي ليليس قدامها وبتقرب منها عشان تاخد العينة، لكن سمكة القرش بتهجم عليها وصوفيا بتتفاداها، ومن سوء الحظ بتشبك في شبكة وسمكة القرش بتسحبها وبتنزل بيها اعماق المحيط، بس الحمد لله بتقطع الشبكة قبل ما تنزل تحت وتموت. بيعدي 3 سنين على الموقف ده وبننتقل لمدينة باريس وبنلاقي شابين واقفين بيصطادوا في نهر السين، لكنهم اتفاجئوا انهم اصطادوا قذيفة. فبيقول لصاحبه فين القراميط اللي قلت له هنصطادها، وبيبلغوا الشرطة باللي حصل. وبنفهم ان الشرطة متعودة انها بتلاقي قذائف في النهر من ايام الحرب العالمية، فبتيجي الصحافة وبتصور الاحداث دي، لكن الشرطة بتطمنهم وبتقول لهم ان القذائف دي موجودة من ايام الحرب بس احنا بنقدر نسيطر عليها قبل ما تنفجر. وبطمن الناس محدش يقلق، اللي عايز يجي يصطاد قراميط وكابوريا يجي، النهر امان ما تقلقوش. بننتقل لمحمية الحيتان وبنشوف صوفيا بتدي محاضرة لمجموعة من الشباب، لكنها بتلاحظ ان في مجموعة بيتنمروا عليها وبيقولوا لها فين العينة اللي جوزك جابها من القرش ده؟ القرش كله وخلى منه عينة بسيطة. وطبعا صوفيا بتزعل جدا من اللي قالوه وبتسيب المحاضرة وبتمشي، لكن بتوقفها بنت اسمها كيرا وبتقول لها انا من اشد معجبينك ودايما بتابع الابحاث اللي بتعمليها من ايام سمك القرش. صوفيا بتقول لها والله بطلت اعمل الابحاث دي من ايام جوز الله يرحمه وما تفكرينيش بالايام دي عشان بزعل، وكانت هتسيبها وتمشي. لكن كيرا بتقول لها انا اكتشفت انك زارع جهاز تتبع في جسم سمكة القرش ليليس وبستغله عشان اعرف مكان السمكة، وبتاخد صوفيا للمنظمة بتاعتها عشان تفهمها اكتر. وبنفهم ان كيرا عاملة منظمة من سنين بهدف الحفاظ على الحياة البحرية. المهم بتقول لصوفيا انها كانت مراقبة كل تحركات سمكة القرش من 3 سنين فاتت، واللي انت ما تعرفوهوش يا صوفيا ان ليليس موجودة في نهر السين. وطبعا صوفيا بتتصدم من اللي بتسمعه لان استحالة سمكة قرش اصلا تعيش في ميه عذبة. كيرا بتقول لها ان التغير المناخي والتلوث اثر على ليليس وخلاها تغير سلوكها وبالتالي تكيفت مع الظروف وبدأت تعيش في المياه العذبة، واحنا كمنظمة مهمتنا اننا نساعدها عشان ترجع للمحيط تاني لانها ممكن تموت في اي لحظة. انا هغطس النهاردة بالليل، ما تيجي معايا يا صوفيا نغطس سوا ونشوف سمكة القرش ونرجعها لبيئتها. صوفيا قالت لها تغطسي مين يا ام تغطسي؟ ده الموضوع اكبر من كده بكتير، ده مش مجرد سمكة عادية، دي اشرس سمكة على وش الكرة الارضية. وبترفض انها تعمل معاها المهمة دي وبتسيبها وتمشي. ولما بتوصل البيت بتتفرج على فيديوهات لجوزها في اخر المهمة وبتفضل تعيط لان هي اللي طلبت من فريقها يفضلوا معاها في المهمة دي، وحاسة بالذنب لان كلهم ماتوا بسببها. في الناحية التانية بنشوف كيرا مع صاحبتها بن على مركب في نهر السين. كيرا بتقول لها ايه، مش هتنزلي معايا ولا ايه؟ بن قالت لها انزل فين؟ الله يسترك انزلي انتي وانا هأمن لك المكان هنا. فعلا بتغطس كيرا لوحدها وبتفضل تبحث عن ليليس في كل مكان. في الناحية التانية صوفيا بتتابع تحركات ليليس وبتتفاجئ انها موجودة فعلا في نهر السين، ودي مصيبة كبيرة. وافتكرت ان كيرا كانت قايلة انها هتغطس
تتجه لهناك عشان تلحقها. في الوقت ده كيرا ما زالت بتبحث عن سمكة القرش، وبتتفاجئ بوجود عربية غرقانة في البحر، فبتتفقد العربية وبتلاحظ وجود أثر لهجوم سمكة القرش عليها. في اللحظة دي بتسمع سيرينا وبتفهم إن الشرطة وصلت النهر ودي مشكلة، فبتطلع من المية وبتحاول تهرب، لكن من سوء حظها الشرطة قبضت عليها، وده لأن ممنوع الغطس في النهر. وبتكون صوفيا وصلت للمكان وبتشوف كيرا وهي بيتقبض عليها، بس مفيش حاجة في إيديها تعملها عشان تساعدها، لكنها طول الليل بتفضل واقفة قدام النهر عشان تراقب تحركات ليليس. وطبعا ده كله من خلال جهاز التتبع اللي مزروع في جسم السمكة. وتاني يوم ما زالت كيرا موجودة في اسم الشرطة لأنها مش عايزة تنطق أي كلمة وتقول نزلت النهر في الوقت ده ليه، وكانت عمالة تقول له نزلت أضرب غطس يا باشا عشان استحمى، حتى الحمى منعنا منه يا حكومة. وبيكون الضابط اسمه عادل وبيقول لها مش هتطلعي من هنا غير لما تقولي الحقيقة. غطس يا ام غطس انت، هنشتغل بعض. فبتقول له بص كده يا باشا من الآخر أنا كنت بدور على سمكة قرش. قال لها نعم ياما، انت بتستهزئي بيا يا بت؟ سمكة قرش ايه اللي في ميه عذبة؟ وبعدين دخلت منين وازاي؟ ده انا اوديك البحر واجيبك عطشانة يا بت. من سوء حظك انك وقعتي تحت ايد اصعب محقق في الاسم، ده انا قرموط تحقيق. في الوقت ده بنلاقي صوفيا لسه موجودة عند النهر من امبارح وما زالت بتراقب تحركات سمكة القرش، وبيكون واضح انها متوترة جدا وخايفة، وده لان السمكة قريبة جدا منها. وفجأة بيجيلها اتصال من شركة النهر وبيطلبوا منها تقابلهم، وفعلا بتوصل لمكانهم وبتفهم منهم ان كيرا هي اللي طلبت منهم يتصلوا عليها، وده عشان تثبت لهم ان سمكة القرش موجودة فعلا. بعد كده الشرطة بيلاقوا جثة راجل موجودة في النهر، وبيكونوا شاكين ان الراجل ده ممكن يكون اتقتل بسبب سمكة القرش. وصوفيا كانت متأثرة بشكل الجثة وبتقول لهم اكيد سمكة القرش اللي عملت فيه كده. بعد كده بتوصل لاسم الشرطة وبتقول لواحدة من المحققين على كل المعلومات اللي تعرفها عن ليليس، وبتقول لها كمان ان السمكة دي خطيرة جدا عكس ما هم فاكرين، لان حجمها بيتضاعف بسرعة عن الحجم الطبيعي، ومحتاجين نجمع فريق من الخبراء عشان نساعد السمكة ترجع لموطنها الاصلي، لان وجودها في النهر هنا ممكن يموتها في اي لحظة. فبتقول لها انا اصلا مش مصدقة ان في سمكة قرش في النهر، ومش هاخد اي قرار غير لما اتاكد فعلا بنفسي. صوفيا بتقول لها حقك تتاكدي. بعد كده بتوصل مع عادل وفريق من الغواصين لنهر السين عشان يتأكدوا من وجود ليليس، وبتكون كيرا عايزة تنفذ معاهم المهمة دي، لكن الشرطة بتمنعها لأن سنها صغير، لكنها مش بتهتم بكلامهم وبتفضل متابعة حركة سمكة القرش من بعيد. في الوقت ده صوفيا واللي معاها بيقدروا انهم يحددوا مكان ليليس من خلال جهاز التتبع، وبسرعة الغواصين بيلبسوا بدل الغطس وبينزلوا في النهر، وبتكون نيتهم انهم يقتلوا سمكة القرش لأن نقلها للمحيط صعب جدا وخطر عليهم. وبتكون كيرا فاهمة ان الغواصين هيقتلوا ليليس، فبسرعة بتوصل لصاحبتها بن وبتطلب منها تعطل نظام التتبع عشان الغواصين يتوهوا وما يقدروش يحددوا مكانها. وفعلا بن سمعت كلامها وعملت كده. في الوقت ده الغواصين كانوا بيبحثوا عن ليليس في المية، وفعلا بدأوا يحسوا بتحركاتها حواليهم. في اللحظة دي جهاز التتبع عطل منهم ومش قادرين يحددوا مكانها. بسرعة بيطلعوا كلهم على السطح قبل ما سمكة القرش تظهر وتقتلهم، وبيكون عادل مصدوم لأن جهاز التتبع عطل فجأة، وقال لصوفيا أنا حاسس إن أنت اللي ورا العطل ده، أقسم بالله لو اتأكدت إن أنت اللي عملت كده لا يبقى آخر يوم في حياتك. فبتتضايق صوفيا من كلامه وبتسيبه وبتمشي، وبالصدفة بتلمح كيرا وهي بتراقبها من بعيد، فبتفهم على طول إن هي اللي أكيد عطلت جهاز التتبع. وبالليل بيتكلم عادل مع زميلته في الشغل وبيقول لها لازم نقفل كل الحواجز حوالين النهر لحد ما نوصل لسمكة القرش. فبتقول له حواجز ايه يا ابو حواجز؟ هو انت ما تعرفش ده مهرجان السباق على وشك انه يبدأ؟ وبنفهم ان المهرجان ده عبارة عن مسابقة سباحة ضخمة هتتعمل في نهر السين، وهيشارك في المهرجان ده امهر السباحين في البلد. وطبعا عمدة المدينة هترفض انها تلغي المهرجان لانه كلف اكتر من $1,000,000. فبيحس باليأس والاحباط وبيعمل سيرش عن صوفيا وبيعرف كل حاجة حصلت لها من ساعة اخر مهمة. وقتها بيتعاطف جدا معاها لانها خسرت جوزها وكل فريقها، وحاسة بالذنب لانهم ماتوا بسببها، وبيزعل جدا لانه جرحها بكلامه وخلاها تمشي زعلانة. تاني يوم كيرا بتصور فيديو لنفسها وبتتكلم عن اللي بيحصل في حق اسماك القرش، وبتقول ان سنويا بيتم قتل ملايين من اسماك القرش عشان يصنعوا منتجات تجميلية واكلات للاغنياء، وان الكائنات دي ليها حق انها تعيش زي البشر. وبتناشد كل الشباب في سنها ينضموا للمنظمة بتاعتها وانهم يساعدوا سمكة القرش
ليليس انها ترجع للمحيط تاني. المفاجأة بقى ان الفيديو بيجيب ملايين من المشاهدات وبينضم لفريقها مئات من الشباب، وكلهم هدفهم انهم يساعدوا سمكة القرش ليليس انها توصل للمحيط بالسلام. وقتها عادل بيقابل صوفيا وبيقول لها انا اسف على الكلام الوحش اللي انا قلتهولك، ووعد مني هخليكي تقابلي العمدة بتاعت المدينة وتشرحي لها الوضع بالكامل. وفعلا صوفيا بتقابل العمدة وبتحكي لها كل حاجة بالتفصيل، لكن العمدة ما بتهتمش بكلامها وبتقول لها في آلاف الصحفيين هيكونوا موجودين في المكان ده والمهرجان هيتم في ميعاده ومش عايزة اي شوشرة، انت فاهمة؟ صوفيا اتعصبت عليها وقالت لها المهرجان ده لازم يتلغي، انت كده هتعرضي مئات من الناس للموت، ولو نزلوا نهر السين ليليس هتمسكهم تأزأز فيهم واحد واحد. واللي انت ما تعرفوهوش ان ليليس دي اقوى سمكة قرش موجودة في العالم كله واستحالة حد يقدر يسيطر عليها. العمدة قالت لها بص يا بنت الحلال، من الاخر المهرجان مش هيتلغي، الحكومة دفعت 1.7 مليار دولار عشان تنظيم المهرجان ده. بعد كده العمدة طلبت من الشرطة انهم يخلصوا على سمكة القرش دي بأي شكل قبل المهرجان، وفعلا الشرطة سمعت كلامها وطلبوا من صوفيا انها تساعدهم في المهمة دي. صوفيا قالت لهم انا هعمل خطة اننا ننقلها من النهر للمحيط لكن مفيش حد هيقتلها، وفعلا حطت خطة عشان يستدرجوا سمكة القرش دي عن طريق ذبذبات معينة، بعد كده يخدروها بشكل مؤقت على ما ينقلوها للمحيط. لكن قبل ما ينفذوا الخطة بن وصلت عندهم وبتعترف ان هي اللي عطلت نظام التتبع وانها ندمانه انها عملت كده. بس مش دي المشكله ان كيرا حددت مكان سمكه القرش وناويه تغطس النهارده عشان توجهها للمحيط، وده باستخدام جهاز السونار. وبتقول لهم كمان ان السمكه موجوده عند خزانات الصرف الصحي، وطلبت من صوفيا والشرطه انهم يمنعوا خطه كيرا لانها خايفه عليها. والمشكله ان في شباب هيكونوا موجودين في منطقه الصرف الصحي عشان يدعموا كيرا، والموضوع ده هيسبب خطر عليهم لان منطقه الصرف الصحي ضيقه جدا. صوفيا قالت لها كويس انك عرفتنا المعلومات دي وبتطمنها انهم هينقذوا صاحبتها. وبالليل بنشوف كيرا وبن وباقي فريق المنظمه موجودين عند منطقه الصرف الصحي وكانوا بيستعدوا للمهمه. فبتلاحظ كيرا ان بن متوتره زي ما يكون مخبيه حاجه، لكن بتقول لها انا خايفه عليكي مش اكتر. بعد كده بتنزل كيرا الميه وبتشغل جهاز السونار وبتفضل مستنيه ليليس عشان تظهر. وفي خلال لحظات صوفيا وعادل والشرطه بيوصلوا وبيطلبوا منها تخرج حالا من الميه، لكن المجنونه بتصمم انها تكمل المهمه. صوفيا بتزعق لها وبتقول لها اللي بتعمليه ده غلط، السمكه اكبر مما تتخيلي، وبعدين جهاز سونار اللي انت ماسكاه ده هتاكلك انت والجهاز. في اللحظه دي سمكه القرش ليليس بتظهر جنب كيرا، والغريب ان بيظهر جنبها سمكه قرش صغيره. وطبعا صوفيا فهمت على طول ان السمكه دي بنت ليليس، لكن كيرا بقى بتكون متحمسه وبتقرب من ليليس وبتفضل تحسس عليها وبتستعد عشان توجهها بجهاز السونار. فبيضطر عادل ينط في الميه عشان ينقذ كيرا، وفجاه سمكه القرش بتغضب وبتهجم على كيرا وبتبلعها. وقتها بيحصل فوضى في المكان وكل الشباب بيترعبوا من المنظر، فبيطلعوا يجروا بسرعه، لكن للاسف المكان بيكون ضيق وبيقع عدد منهم. وللاسف ليليس وبنتها بيخلصوا عليهم، وبن يا عيني بتقع هي كمان في الميه وبتتقتل. الغواصين بيحاولوا باي شكل ينقذوا اي شاب وقع في الميه، وفعلا بيقدروا انهم ينقذوا عدد قليل منهم، لكن معظمهم بيكون اللي خسر ايده واللي خسر رجله، يعني طلعوا بواقي منهم. فبيتم نقل كل المصابين لمستشفى باريس، وبتكون صوفيا واقفه مصدومه في المستشفى ومش متخيله اللي حصل، وبتفضل تعيط يا عيني وبتفتكر زوجها وفريقها القديم. وقتها عادل بيقعد جنبها وبيلطف الجو بكلمتين. بعد شويه بيتم استدعاء عادل وصوفيا لمنطقه الصرف الصحي، ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا جثه بنت ليليس، فبينقلوها للمختبر عشان صوفيا تفحصها يمكن توصل لمعلومه كده ولا كده. وقتها صوفيا بتتفاجئ انها حامل بالرغم من انها ما بلغتش اصلا، وده لان عمرها شهرين بس. وبنفهم ان فاصله ليليس بتتكاثر بالتوالد العذري يعني بدون ذكور، وده في حد ذاته مصيبه لان ليليس كده هتفضل تتكاثر بشكل مستمر، وده هيسبب خطر كبير على البشر، ولازم يقضوا عليها هي وكل فاصلتها يا اما هي اللي تقضي على البشر بقى. في تاني يوم بتوصل صوفيا وفريقها لمكتب العمده وبيبلغوها بكل المستجدات، والعمده كانت متضايقه لانهم فشلوا في المهمه لان المهرجان فاضل له 24 ساعه بس، وطلبت منهم يتصرفوا باي شكل ويخلصوا على سمكه القرش. صوفيا اتعصبت عليها وقالت لها بطلي انانيه بقى، انت الفلوس عندك اهم من حياه الناس. العمده قالت لها بنت في ايه، يلا اطلعي بره. وبتقرر العمده انها تدي مسؤوليه قتل سمكه القرش للجيش. بعد كده صوفيا بتقعد مع عادل في كافيه وبتقول له هيحصل مجزره لو ما قتلناش ليليس، لان المجنونه دي هتعمل المسابقه في ميعادها فعلا. فبيقول لصوفيا يلا نحط ايدينا في ايد بعض
وننقذ العالم. واتفقوا انهم يتعاونوا مع بعض ويقتلوا سمكة القرش من ورا العمدة. بعدها عادل بيتكلم مع اصحابه وبيقول لهم محتاج مساعدتكم، وفهمهم انهم هيكونوا فريق عشان يقتلوا سمكة القرش. وفعلا زمايله كلهم بيوافقوا وبيتفقوا على الخطة اللي هينفذوها. واول حاجة هيعملوها انهم هيستعينوا باتنين من خبراء المتفجرات عشان يزرعوا ديناميت في المية وبالتالي يقتلوا ليليس. وفي يوم المهرجان بنشوف صوفيا وعادل وباقي المجموعة غطسوا في نهر السين، وكانوا متجهين لأسماك القرش عشان يزرعوا القنابل بنفسهم. في الوقت ده بنشوف العمدة وهي بتفتتح المهرجان وما عندهاش أي فكرة عن خطة عادل وصوفيا، وبيكون الجيش موجود في مراكب على النهر عشان يستعدوا لأي هجوم هيحصل من سمك القرش. في الناحية التانية صوفيا وفريقها بيوصلوا لأماكن تجمع سمك القرش وبيتصدموا من عددهم لأنهم تجاوزوا المئات. وقتها صوفيا طلبت من فريقها إنهم يثبتوا مكانهم لأن أسماك القرش بتحس بالتهديد من حركة البشر. وللأسف المهرجان بيبدأ وبنشوف مئات من السباحين وهم بيسبحوا في وسط النهر، وصوفيا وفريقها بيكونوا نجحوا في زرع القنابل في أماكن تواجد أسماك القرش. وبعد ما خلصوا اتجهوا للسطح عشان يطلعوا قبل ما القنابل تنفجر. وقتها بتظهر سمكة قرش وبتخلص على 2 من الفريق. وقتها صوفيا بتسحب عادل عشان يخرجوا بسرعة من النهر قبل ما القنابل تنفجر، لكنهم مش بيلحقوا والقنابل بتنفجر بالشكل ده. وبنشوف باقي الفريق وهم مستنيينهم على السطح وكانوا خايفين جدا عليهم، لكن صوفيا بتنجح انها تسحب عادل وتخرج للسطح، وباقي الفريق بيسحبوا عادل وبيحطوه على المركب لانه بيكون مصاب. وقتها بتقرر صوفيا انها تغطس لوحدها تاني عشان تتأكد ان ليليس ماتت، لكنها بتتصدم ان ليليس ما زالت عايشة، فبتخرج للسطح تاني وبتبلغ الفريق. وفجأة بتهجم ليليس على المركب وبتوقع الفريق كله وبتخلص على 2 منهم، لكن من حسن الحظ عادل وصوفيا بيطلعوا فوق المركب. المصيبة بقى انهم بيشوفوا سمكة القرش متجهة ناحية السباحين، فبيضطروا هما الاتنين ينزلوا عشان يوقفوها، لكن للأسف ما بيلحقوش لأن ليليس وصلت فعلا. وبتبدأ إنها تخلص عليهم واحد واحد والفوضى بتنتشر في المكان. وطبعا قوات الجيش بتتدخل وبتضرب نار على ليليس، لكنهم مش بيقدروا يصيبوها. المشكلة بقى اللي الجيش مش واخد باله منها إن نهر السين مليان قذائف، ولو أي رصاصة لمست قذيفة وقتها هيحصل دمار شامل في المدينة. وفعلا ده اللي حصل، القذائف كلها بتنفجر بالشكل ده وبتدمر المدينة كلها. ونتيجة الانفجار بيحصل تسونامي قوي بيغرق المدينة بالكامل، وبيقع عدد كبير من الناس في المية ومن ضمنهم صوفيا وعادل. فبتوصل صوفيا لسطح المية وبتشوف عادل فاقد الوعي، فبتسحبه ناحية أقرب مكان آمن وبيطلعوا على حديدة موجودة في المية. بعد شوية عادل بيفوق وبيسألها احنا نجحنا في المهمة ولا لا، السمكة ماتت صح؟ فبتبصله صوفيا وعينيها مليانة دموع ومش بتنطق ولا كلمة. فبيبص عادل حواليه بيتفاجئ ان مدينة باريس بالكامل غرقت وأسماك القرش بتعوم في كل مكان حواليهم. وبيخلص الفيلم على المشهد ده. اهم حاجة ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان. اشوفكم الفيلم الجاي.